بتيجي قدامنا صور كتير للناس على السوشيال ميديا اعمارهم كبيره جدا وبيكونوا وصلوا لدرجه تنشيف عاليه، زي الراجل ده مثلا اللي عمره عدى 60 سنه وقعد في البلانك حوالي 8 ساعات، مع ان المعروف ان كل ما الشخص بيكبر في السن كل ما معدل او سرعه الحرق بيقل، ودي طبعا حقيقه ثابته غير مختلف عليها، ان الحرق في سن المراهقه غير الحرق في سن العشرينات غير الحرق في سن الثلاثينات وهكذا. ازاي الناس دي بقى قدرت تثبت حرفيا ان العمر مجرد رقم؟ عايز تعرف ازاي؟ يلا بينا. تعرف الشيخوخه يعني ايه؟ قبل ما اقول لك واعرف لك الشيخوخه يعني ايه، تعالى نطلع رحله صغيره كده لجسم الانسان من جوه. يلا بينا. الخليه هي اصغر وحده بنائيه في جسم الانسان، اكيد كلنا عارفين المعلومه دي. انت ايه الجديد اللي انت جبته يعني؟ الخليه دي ببساطه بتفضل تنقسم لحد ما تكون جسم الانسان. يا سلام، الموضوع بالبساطه دي. لحد ما الانسان بيوصل لسن ال 30 بتكون الخلايا خلاص جابت اخرها، بعدها بتبدا الخلايا تموت خليه ورا خليه من ضمن مليارات الخلايا اللي موجوده جوه جسم الانسان. على فكره اللي بقوله لك ده بيتم في سنين على فكره. بس يا سيدي لازم تكون عارف ان الاجهزه بتاعتنا بتكون متكونه من انسجه، والانسجه طبعا متكونه من مجموعه من الخلايا. يعني ببساطه اللي عايز اوصل له ان الخليه هي بتكون المكون الاساسي لجسم الانسان. كلام جميل. تعال بقى نمسك جهاز زي الجهاز العضلي مثلا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. عند سن الشيخوخه اكيد بتلاحظ في الصور ان العضلات بيكون شكلها غريب جدا، بالرغم من ان الكتله العضليه بتكون موجوده. ده بيكون بسبب موت الخلايا بتاعت الجهاز ده زي ما وضحنا، وهكذا قيس عليه بقيه اجهزه الجسم. فمن المستحيل فعليا ان انت تلاقي حد يقدر يحافظ على وظائفه لاطول فتره ممكنه. كلام جميل. برضو الناس دي وصلت لدرجه التنشيف العاليه دي ازاي؟ بص يا سيدي، هو الموضوع متوقف على شويه عوامل، هنمسكهم عامل واحده واحده. اول عامل او اول شق عندنا هو الشق التغذوي. بص يا سيدي، العمله الذهبيه في التغذيه هي حاجه اسمها السعر الحراري او الكالوري. الكالوري دي ببساطه اللي هي الطاقه اللي داخله جوه الجسم. تعالوا نقسمهم بقى لنوعين من الطاقه، طاقه داخله الجسم وطاقه خارجه من الجسم. الطاقه اللي بتخش الجسم طبعا اكيد عن طريق الاكل، وطاقه خارجه من الجسم اللي هي عن طريق اي حركه الانسان بيعملها. وهنا مش اقصد ان انت تمشي او تجري او تعمل اي نشاط مثلا بدني، لا، ده الموضوع اعقد من كده بكتير. حركه رمش عينك بتحتاج لطاقه، حركه لسانك عشان يتكلم او ينطق بتحتاج لطاقه، قراءه الصوابع بتحتاج لطاقه. فالموضوع اعقد من كده بشويتين. بس الخلاصه ان في سعرات بتكون داخله الجسم هنسميها المدخل من السعرات او المدخول من السعرات الحراريه للجسم، وفي خارج من السعرات وهنسميها الخارج من السعرات. حلو، كلام جميل. هسالك بقى سؤال صغير كده، انا دلوقتي لو زودت معدل السعرات اللي داخل للجسم وقللت معدل السعرات الحراريه او الطاقه اللي خارجه من الجسم، في الحاله دي هيبدا الجسم ياخد احتياجه بس من السعرات الحراريه. طب والباقي ليه طريقين، يا اما يتخلص منه او يخزنه. هيتخلص منه لو الاجسام من النوعيه النحيفه او انواع الاكتومورف، وهيخزنه اكيد لو الاجسام من النوعيه السمينه او الاجسام اللي هي البدينه اللي بتخزن دهون. عشان كده انا بسمع جمله انا باكل كتير وما بتخنش. ما هو طبيعي، انت نوعيه جسمك كده بتاخد احتياجاتها بس من الكالوري، والباقي شكرا مع الف سلامه، او ممكن ما تاخدش احتياجاتها اصلا من الكالوري. طب لو عكسنا الموضوع بقى وخلينا معدل الطاقه اللي داخل للجسم اقل وخرجنا طاقه اكتر من الجسم، سامعك يا اللي بتقول كده هنش. لا يا حبيبي، كده المعدل لو قل الجسم بيخش في مرحله ستارفيشن او مجاعه، ومش مجاعه حرفيا اللي هو هتبقى هيكل عظمي وكده، لا، اللي اقصده من كلمه ستارفيشن ان الجسم بيبدا يستعمل اي حاجه يولد منها طاقه في الجسم، سواء بقى جه قدامه بروتين، سواء جه قدامه كربوهيدرات، سواء جه قدامه فاتس، هيستعمل اي حاجه ان هو يطلع منها طاقه. وده طبعا هيؤدي الى خلل في العناصر الغذائيه، وكل عنصر مش هيؤدي وظيفته بصوره تامه. يعني البروتين مش هيبني لك عضلات لان الجسم خد البروتين عشان يطلع منه طاقه او كالوري، ولكن الطريقه بتبقى ان انا اتحكم في العناصر الغذائيه بحيث ان هي تكون متوزعه بصوره كويسه جدا، ومفيش عنصر يجي على عنصر. زي مثلا ان انا ادخل له نسبه معينه من البروتين بحيث ان الجسم ما يقدرش ياخد من البروتين ده كطاقه، وياخد الطاقه بتاعته من العناصر الغذائيه الاساسيه اللي هي زي الكربوهيدرات والفاتس، والبروتين يؤدي الوظيفه بتاعته البنائيه اللي هي بناء الجسم او تعويض الانسجه وهكذا. الخلاصه ان انا بخلي كل عنصر يؤدي وظيفته وبس، بعمل بالانس في العناصر الغذائيه. يا ولا عارفك انت تهت مني. الخلاصه ان الجماعه دول بيبقوا محسوبين السعرات الحراريه بالملي، لان معدلات الحرق عندهم بتكون في اسوأ حالاتها. طب يا سيدي، زي ما قلت لك ان ده مش العامل الوحيد، طب ايه العامل الثاني يا عم عشمان؟ انت قلت في اول الفيديو ان الناس دي الخلايا بتاعتهم بتموت. كلام جميل. يعني هم في مرحله هدم مش مرحله بناء. ويعني ايه مرحله هدم اصلا؟ مرحله هدم ببساطه ان الجسم خلاص ما عادش قادر ان هو يبني حاجه اكبر من كده. يعني هو وصل لكتله عضليه الجسم ما بيبنيش اكبر من كده، فبيبدأ الجسم ان هو يخسر شوية شوية بسبب موت الخلايا، فمش هيقدر ان هو يبني انسجة تانية جديدة ضخمة بنفس الكفاءة
وهكذا. اكيد انت فاهمني. كلام جميل. ازاي بقى بنوا الكتله العضليه دي؟ بص، هو انا مش عايز اصدمك واقول لك ان هم اصلا ما بنوش الكتله العضليه، هم كانوا اوريدي بانين الكتله العضليه دي في سن الشباب، في سن البناء بتاعهم، ولكنهم حافظوا عليها لاطول فتره ممكن. ولكن خلينا متفقين ان هم محافظين على الدايت بتاعهم والتمرين بتاعهم بصوره مستمره. في هبده اخيره بقى بيقول لك ان الموضوع ده بيبقى عباره عن جينات. هو فيها يا جدعان؟ والله انتوا ظالمين الجينات دي معاكم يا جماعه، انتوا فاهمين الجينات دي غلط. الجينات دي هي بتبقى مسؤوله عن تكوين الهيكل الخارجي. يعني مثلا مهندس الديكور بتاع الجسم، مهندس الديكور مش هيعمل لك شقه، هو هيدي لك تصميم الشقه او تصميم البيت بتاعك. او ممكن نقول ان الجينات دي الخريطه اللي بترسم الجسم، لكن هي مش مسؤوله عن كبر عضلات او صغرها او اي حاجه. اللي مسؤول عنها التمرين بتاعك. فما تطلعش لنفسك اي حاجه وخلاص. يعني مفيش حد اسمه جيناته حلوه وشكل جسمه جميل من غير ما يتمرن. اي كلام. ها؟ ولكن تلك طبيعة الحياة، ان الانسان بيمر ب3 مراحل: ضعف، قوة، ضعف. لو وصلت لحد هنا احييك، عاش. متنساش بقى تعمل سبسكرايب وتشترك في القناة وتنورنا هنا ونورنا هناك. سلام.